السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مع بعض كفتة الحاتي، إن شاء الله تعجبكم، تجربوها وتعجبكم. تعملوا لي لايك واشتراك ومشاركة للفيديو. هنبتدي بالمكونات. معايا كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون، معايا 200 جرام دهن ضاني من اللية، معايا بصلة كبيرة مبشورة. صفيت المية بتاعتها، ممكن ما تصفيش المية عادي، النشا والبقسماط هيمتصوا السوائل. معايا معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة بقسماط، نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة ملح، ربع معلقة توم باودر، معايا معلقة كبيرة بيكنج باودر. هبتدي ان شاء الله احط البصل على اللحمه، احط المكونات كلها على اللحمه. اعجنهم كويس، خلطهم كويس قوي مع بعض. النشا بيخليها متماسكة وما تفكش منك، تبقى جوسي وطرية في نفس الوقت. انا هعجنهم مع بعض كده، اخلطهم مع بعض وارجع لكم تاني اوريكم النتيجة. كده يا حبايبي خلطنا المكونات كلها مع بعض، واللحمه بقت، شوف الانسجه بتاعتها بقت خلاص طريه. كل ما تخلطيهم اكتر تديك ان شاء الله نتيجه افضل، والكفته تبقى متماسكه وما تفكش منك. تقعدي تعجني كويس كده، تخلطي المكونات كويس جدا مع بعض، بعدين تسيبيها ترتاح ربع ساعه، في التلاجة، وبعدين نصبعها كده. بعد ما قعدت ربع ساعة في التلاجة وارتاحت، هنصبعها. ابل صوابعي كده بمية البصل اللي احنا عملناها، وبعدين اصبع على، عندك سيخ، عندك عصاية الشيش طاووق دي، وتصبعي عليها بالشكل ده. طلعيها بالراحة كده، جيبي صباعك تاني بالشكل ده كده. طبعا البيكنج باودر والنشا بيخليها متماسكة وما تفكش منك. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتشجعوني. انا هكمل بقى الكميه بالطريقه دي وارجع لكم تاني. لو ما عندكيش بتاعه الشيش طاووق دي، عندك معلقه، اي حاجه ممكن تستبدليها وتعملي بيها، اوكي، مفيش مشكله عادي خالص. انا هكمل بقى الكميه دي اصبعها وبرجع لكم تاني. اوكي، دي شكلها ما شاء الله. شايفين الكميه قد ايه بعد ما صبعناها؟ ده كيلو لحمه مفروم، ما شاء الله عمل الكميه دي كلها. عندي هنا الشوايه، انا هشويها على الشوايه. انت ممكن تدخليها الفرن، تقطعي بصلايه وطماطمايه في صينيه، وترصي عليها الكفته وتدخليها الفرن على درجه حراره 200. لو ما عندكيش الشوايه، عندك شوايه، اعمليها زي ما هعملها كده
بسم الله. ارصها كده بالشكل ده. بسم الله. شوف شايفين ما شاء الله متماسكه ازاي، ولسه كمان لما ان شاء الله تستوي هتشوفوها. هرصها بقى بالمنظر ده وهرجع لكم تاني. كده رصيتها على الجريل زي ما انتم شايفين. لو مش عندك الشوايه الكهرباء، ممكن الجريل اللي هي على اللي على البوتاجاز الغاز، او طاسه، عندك طاسه حتى تشويها، تحطي نقطه زيت على البوتاجاز كده وتشويها على البوتاجاز مفيش مشكله. انا دلوقتي رصيتها وان شاء الله هتشوفوا النتيجه بعد. هرجع لكم تاني بعد ما تستوي. شايفين يا حبايبي ما شاء الله. كده انا هبتدي اقلبها. الريحه تحفه تحفه ما شاء الله. تعملوها وتجربوها وتدعولي دعوه حلوه من قلبكم. شايفين ما شاء الله متماسكه معايا ازاي وانا بقلبها ما شاء الله. شايفين والريحه تحفه ما شاء الله، حلوه قوي. انا بقى هسيبها كده، هقلبها على كل الجوانب وبرجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما تخلص سواها. شايفين حبايبي بعد ما خلاص استوت، هي كده بالمنظر ده ما شاء الله. هي دي نص الكمية. هجيب بس فحمة، هجيب فحمة واحطها عشان تاخد ريحة الفحم، واحط نقطة زيت عليها. معلقة حاجة بسيطة كده زيت او سمنة، واغطي عليها. شايفين ما شاء الله جوسي وطرية ازاي ما شاء الله. تحفة تحفة. جربوها وان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تعجبكم. شايفين ما شاء الله اهي، ومتماسكة وطعمها تحفة. لازم تجربوها ان شاء الله وتدعولي. ما تنسوش الاشتراك ولايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.